ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى بينا نكمل روتين تنظيفات العيد. والاوضه اللي هننضفها في روتين النهارده هي اوضه الضيوف. بصراحه كان عندي شويه غسيل، استخسرت ان انا اخدهم احطهم في اوضتي واطبقهم من هناك. يعني الاوضه نظيفه كده ومتروقه، فانا مش عاوزه ان انا اكركب فيها الدنيا تاني ولا احط فيها اي حاجه تعكر مزاجي كده او تحسسني ان هي مش مترتبه. فانا قلت بقى كده كده انا هنضف في اوضه الضيوف، فانا هجيب الغسيل اطبقه من هنا. اكتر حاجه كانت مضايقاني في الاوضه دي هو ان انا مش حابه مكان السرير ولا التسريحه، حابه ان انا اغيرهم. فانا قلت بقى ايه، هشتغل كده فيها وابدا غسيل، اغسل السجاد وكده واطبق الغسيل لحد ما ربنا يكرمني كده وجوزي يرجع من الشغل بالسلامه، واحاول اقنعه كده ان هو يساعدني ان انا ابدل اماكنهم. ده سجاد الأوضة بتاعتي اللي غسلناها مع بعض في الفيديو اللي فات، هلمه بقى وهفرش مكانه السجاد اللي هغسله دلوقتي بتاع الأوضة بتاعت الضيوف زي ما اتفقنا. ريحه السجاد وانا بلمه حلوه قوي، وشكله كده بصراحه نظافه بنت عليه. انا سبت السجاد يوم بليله وانا بلمه تاني يوم، يعني مش في نفس اليوم اللي غسلته فيه. هبدا بقى ان انا افرش السجاد اللي هغسله. الخرطوم بتاعي محتاج وصله لانه مش طويل، والوصله بتاعتي مش هتوصل لحد اخر السجاده، فعشان كده عملت له توصيله ووصلته معايا لاخر السجاده عشان اعرف اغسل السجاد براحتي. بصراحه غسيل السجاد الشاك ده متعب قوي، ويعني صعب كده في غسيله. بس انا اكتشفت حاجه يعني خلت ان هو غسيله سهل معايا، ان انا لما بمشي في اتجاه الغسيل بتاع الشعر، يعني بمشي كده في الغسيل زي ما احنا شايفين في اتجاه الشعر ده، بيبقى سهل الغسيل عليا. لكن زي ما انا كنت واخداها كده بالطول وبالعرض فكانت الدنيا صعبه، لكن لما مشيت في اتجاه الخيوط كان الغسيل سهل معايا، وبصراحه انجزت بسرعه جدا. عاوزه اقول لك ان انا اكتشفت حاجه غريبه جدا في السجاد الشاك ده، انك مهما تكنسيه ومهما تنفضيه برده هو الشعر بتاعه بيبقى متعلق فيه بواقي زباله انت مش واخده بالك منها. يعني انا عايزه اقول لك ان انا خرجت قشر لب وفرافيت عيش وحاجات غريبه كده مش عارفه جت منين، مع اني دايما بكنسه. بس تقريبا بقى اللي بينضفه كويس جدا هي المكنسه، بتشفط كل اللي فيه. فانا كان بقالي بصراحه اسبوع كده ما عملتوش بالمكنسه، كنت بالمقشه كده سريع سريع بكنسه، فعشان كده وانا بغسله خرجت كل اللي قلبك يحبه منه، بواقي بقى لب وبذر سفندي وفرافيت عيش وحاجات مش عارفه جت منين بصراحه. فاكتر حل سريع يعني وهينضف معايا السجاد الشاك ده هو المكنسه الكهربائيه، هتشفط كل اللي فيها. سجاد الأوضة دي أنا غسلها قبل رمضان بأسبوع، فجيت بقى في العيد يعني كسلت أغسله، قلت هو لسه نضيف مغسول قبل رمضان بأسبوع فمش محتاج غسيل. فأنا عشان كده طولت عليه المرة دي غسيل، عشان كده بقى ههتم بالمرة دي وهغسله كويس جدا، وهغسله بدل المرة 2 و3 واشطفه كتير، لأنه هو فيه زي ما احنا شايفين خيوط بيضة. فالأبيض ده بصراحة أنا بهتم إن أنا أغسله كويس جدا عشان هو اللي بيبين السجادة إن هي كانت نضيفة أو لأ. انا بفرد الشرايط الطويله الاول تحت، وبعد كده ببدا غسيل بالشرايط الصغيره او بالدواسات الصغيره عشان اوفر في الميه، ومن ناحيه تانية ان انا انجز في الوقت، عشان على ما اخلص الحتت الصغيره او الدواسات الصغيره واجي اغسل الشرايط الكبيره الاقيها شبعانه ميه، فابدا فيها غسيل على طول. من ناحيه وفرت في الوقت ومن ناحيه تانية وفرت في الميه. هنا انا كنت خلصت الشرايط الصغيره والدواسات، وفاضل الشريط الكبير ده، هو طبعا يعني شبعان كده بالميه بتاعه الشرايط اللي قبلها او الحتت اللي قبلها. الميه المتوسخه كلها نزلت عليها، وكل بواقي الزباله اللي قلتلك عليها طلعتها من بين الخيوط وبعضها نزلت على الشريط الكبير ده. عشان كده هبدا ان انا الاول اتخلص من كل الميه المتوسخه ديت، وابدا اغسلها كويس جدا واشطفها بدل المره 2 و3، وبعد كده هلمها بعد ما اغسلها كويس وهشطفها تاني. مش هكتفي بالميه اللي شطفتها بيها وهي مفروده، هرجع اشطفها تاني كويس جدا لحد ما الميه تخرج منها بيضه خالص. هفردها بقى على السور وهسيبها تنشف براحتها كده مع باقي السجاد. بصراحه انا كنت استعجلت على الشريط الكبير ده، ما استبرتش يعني وقت كفايه ان هو يصفي كل ميته، فكان تقيل جدا. على ما شلته وحطيته كده على السور وفردته كنت خايفه ان هو يقع مني تحت، بس الحمد لله ربنا ستر وقدرت ان انا اتحكم فيها وما وقعتش مني. لحد هنا انا كنت مفكره ان انا خلصت غسيل، بس اتفاجئت وانا داخله الاوضه ان لسه فاضل الشريط الصغير ده. هغسله وهشطفه كده بدل المره 2 برضو عشان اضمن ان هو نضف تماما، وبعد كده هبدا انشره جنب السجاد التاني واسيبهم بقى ينشفوا براحتهم، وادخل اشوف باقي الشغل اللي في الاوضه. عاوزه اقولك ان السجاد ده مش بيكفيه يوم ولا 2 ان هو ينشف كويس جدا، بيبقى محتاج وقت طويل جدا في الشمس والهواء كده عشان ينشف، لانه الخيوط بتاعته دي بتكون تقيله كده فوق بعضها، وعاوزه وقت كفايه كده في الهواء عشان تنشف كويس جدا. هسيق البلكونه بقى وهدخل اطبق الغسيل على ما يكون جوزي رجع بالسلامه من الشغل، عشان زي ما قلت لكم لازم ان انا ندبسه ان هو ينقل السرير والتسريحه، لان انا لوحدي مش هقدر ان انا اعمله. في الوقت ده كان هو راجع من الشغل
وكان مستعجل وراه مشوار، يقول لي استني لحد ما ارجع، وانا اقول له لا على ما تكون رحت وجيت اكون انا خلصت شغله في الاوضه. المهم ما كانش صابر ان هو حتى يشيل المرتبه ويفك السرير، لا ده نقله كده وفضل يزقه من مكان لمكان لحد ما نقله من غير ما يشيل المرتبه ولا يفك السرير ولا يرجع يركبه تاني. بس يعني انا كنت خايفه بصراحه ان السرير يفك من بعضه كده، بس هو برافو عليه بصراحة، نقله من غير ما يأثر على السرير ولا يفك من بعضه. أنا عاوزة شباك السرير يكون تحت الشباك ده ويكون كده ما بين الستارة، يعني تكون الستارة خلفية وراه. هو هنا في الوقت ده كان يعني مش واخد باله إن في كومودينو كان هيتحط هنا على يمين السرير. فأنا قلت له خلي بالك عشان في كومودينو هيتحط هنا. رجع بقى الكومودينو ده مكانه، وهيشيل التسريحة يعديها لأنها كانت زحمة الدنيا وقافلة المكان، هيعديها من الممر ده كده. هو قاعد بقى يقول لي اعدلي من الناحيه دي، زقي من الناحيه دي، وانا بقى قاعده اساعده بايد واحده وبصور بالايد التانية. بس الحمد لله عدت ونفذت اللي انا عاوزاه ونقلت مكان السرير الحمد لله. هو كان راح شغله في الوقت ده، احنا علقنا المرايه وهو سابني بقى ومشي وقال لي عيشي حياتك بقى في الاوضه. بس كان بيجرب الاول الشباك بيشوفه هيفتح ولا لا، يعني من شباك السرير. بس ما كانش نقل الكومودينو ده بقى، نقله لي كده وقال لي عيشي حياتك بقى. انا بدات ان انا انضف الاوضه، بس كان في حاجه يعني كانت خلاف ما بيننا، هي الاستيكر اللي على الشباك ده. انا اقول له عايزه اشيله وهو يقول لي لا ما تشيلهوش، ده محافظ على الشباك وبالذات من بره عشان الشمس ما تاثرش عليه. فعلا الشمس اثرت، بس لما اثرت بقى ضايقتني انا. هي شالت اللزق زي ما احنا شايفين، كل ما اشيل لزق عشان ان انا اشدها الاقيها تتفرفت في ايدي وتتقطع في ايدي وما بتشيلش اللزق اللي على الشباك. فاحيانا بيبقى ارائهم مش صحيحه الرجاله، وبالذات لو حاجه تخص البيت، يعني الحاجات اللي تخص البيت ست البيت ادرى بيها. لما جيت اشيل الاستيكر من جوه اتشال كويس جدا وما تقطعش مني ولا اتفرفت كده زي الاستيكر اللي كان بره الشباك. يعني الاستيكر اللي بره كل ما اجي اشيله منظره مش حلو قوي كل ما افتح الشباك، فحاولت ان انا اشيله بكل الطرق مش عارفه. سخنت ميه وحطيت فيها الفوطه ومشيت الفوطه كتير جدا على الاستيكر ده، برده مش راضي يسيب. يعني كل ما اشيل حاجه تتفرفت مني، الورق بيتفرفت كده ومش عارفه اخرجه. بصراحه فضلت اكتر من نص ساعه عند الشباك ولقيت ان يومي هيضيع عند الشباك وانا لسه ما عملتش حاجه. فقلت لا بقى انا هشيل الاستيكر اللي جوه وهسيب اللي بره ده لحد ما اشوف له حل، لحد ما اخلص بقى من موضوع تنظيفات العيد ده. السلك اصلا بتاع الشباك ده كان مقطوع، فانا برضو هصلحه تصليح سريع كده، يعني حاجه مؤقته كده لحد ما اشوف برضو هصلحه فين او فين المكان اللي بيركب السلك للشباك ده. عاوزة أشكر ربنا الأول ثم المنظفات اللي أنا عملتها دي، بصراحة يعني بتنقذني كده خصوصا في تنظيفات العيد. يعني عاوزة أقولك كل أوضة أدخلها إيد فيها المنظفات والإيد التانية فيها الفوطة والمكنسة، يعني بتنقذني بصراحة في وقت تنظيفات العيد ده بالخصوص. زي ما قلتلك بتخلي الخشب يلمع وكمان الإزاز بيلمع، وأجمل حاجة فيها إنها بتمنع ظهور البصمات أو أي لمس إيد سواء على الإزاز أو على الخشب. فهي تستاهل فعلا ان انا اقول عليها انها ايدي التالتة في البيت. يعني هي ايد فعلا تالتة معايا، بتنظف معايا في البيت وتنظيفها ملحوظ جدا ما شاء الله. يعني انا ما بستغناش عنها، كل ما البخاخ ده يخلص بعمل غيره. المهم بقى انا هنا كنت مسحت الدولاب وببدا ان انا امسح الكومودينات. طبعا الادراج بتاعتي نظيفه بما انها اوضه ضيوف ما فيهاش حاجات، يعني كل اللي فيها ان انا خرجته. الادراج نظيفه مش محتاجه انها تتكنس. همسح بقى اللوح الازاز بتاع الكومودينو ده وهرجعه مكانه تاني. بصراحه انا لما نقلت التسريحه والسرير مكان ما انا عاوزه حاسه كده براحه نفسيه، ومحتاجه فعلا ان انا اشتغل، وبشتغل بطاقه وبحب كده عشان انا راضيه عن مكان الاوضه زي ما انا كنت عاوزه. يعني انا من زمان اقول له عاوزه اغير المكان وهو يكبر دماغه ويطنش النهارده بكره كعاده الرجاله يعني. بس الحمد لله انا المره دي زنقت وقلت له مش هتخرج الا لما تغير لي المكان. هنا بقى انا كنت بشتغل وناسيه ان السلك انا شايلاه، لان برضو انا كان في قطع، فانا شلت كل السلك بتاع البلكونات بتاعه البيت كله، لان كل واحد فيهم كان فيه عيب، وفيهم اللي بيدخل بقى ناموس ودبان بقى لهم فتره كبيره متركبين. فانا قلت لا بقى جه الوقت ان انا اغيرهم واجددهم واركب سلك تاني جديد. ففي الوقت ده انا كنت شايله السلك وناسيه اصلا ان البلكونه مفتوحه وان مفيش سلك، فبدات اشوف دبان بقى بدا يدخل. قلت لا انا هروح امسح البلكونه الاول واركب السلك وبعد كده اشوف باقي التنظيفات اللي في الاوضه. هنا بقى كنت مسحت البلكونه كويس جدا، وهبدا ان انا اجيب السلك واقطع السلك على مقاس البلكونه، واجيب دبابيس ضغط كمان وهدبس السلك من بره البلكونه. السلك بتاع البلكونه ده نوع غير النوع اللي انا عملته على البلكونه بتاعت اوضتي. النوع ده مش حلو زي التاني، يعني بحس ان هو بيقطع كده زي ما احنا شايفين من مكان الدبوس، بينسل كده من بعضه. فانا حاسه ان هو مش هيطول معايا وهيتغير، بس انا قلت يلا بقى مش مشكله، ياخد له كده سنه ولا حاجه وبعد كده ابقى اغيره.
مع انه بنفس سعر التاني، المتر من ده ب30 والتاني برضو المتر منه ب30، بس انا كنت مضطره بقى فركبته وخلاص. هكمل بقى باقي الخشب اللي في الاوضه اللي ما كنتش لسه مسحته قبل ما اعلق سلك البلكونه، شباك السرير وكمان المرايه بتاعه التسريحه، والتسريحه كمان ما كنتش مسحتها. هبدا ان انا اجيب من ملمع الزجاج اللي عملناه مع ملمع الاخشاب وهمسح المرايه، وبصراحه برضو كويس جدا، بيخلي المرايه بتلمع كده ومفيش عليها اي بصمات. بس اهم حاجه انا ببقى واخده بالي منها وانا بمسح المرايه دي ان انا امسحها بحاجه قطن عشان ما تفريش كده او تعمل لي خيوط صغيره على المرايه. همسح كمان البرواز بتاع المرايه ده من كل ناحيه كده، ولو فيها اي عفار من فوق بشيله بقى بالفوطه. هنا بقى المرتبه بتاعتي انا بصراحه ما كنتش غسلت الكفر بتاعي ده بقاله زي 6-7 شهور، فقلت لا لازم اغسله. يعني انا بطول بغسيله لان طبعا هي اوضه غالبا ما فيش حد بينام فيها كتير الا لو جانا ضيف، فانا مش بهتم جدا بالكفر ده لانه هو اغلب الاوقات نضيف. هجيب بقى فوطه ملمسها خشن وهبلها في ميه بشويه فيلفيتا او اي معطر غسيل بتستخدميه، وبعد كده هبدا امشي على كل الحوائط والمفاتيح والزوايا الخشب اللي في الاوضه. في حاجه بقى انا عاوزه اقولك عليها، ان الروتين بتاعي مش بيكون قصدي منه ان انا اقولك اعملي ايه او خلي ايه او ازاي انا بنظف بيتي او ازاي ان انا بعمل الروتين بتاعي، قد ما انا بيكون قصدي منه ان انا اشجعك. يعني كل واحده فينا بتيجي عليها وقت محتاجه تشجيع، محتاجه تتفرج على اخت لها تاخد منها نصيحه، محتاجه ان هي تشوف غيرها بتنظف بيتها مثلا او بتعمل روتين تنظيف العيد فتتشجع هي كمان. يعني كلنا بيجي علينا الوقت ده، فانا عاوزه اقولك ان انا قصدي تتشجعي. ولو انت لسه وراكي حاجه ما خلصتهاش من تنظيفات العيد، يلا سمي الله ونقوم بقى نشوف اللي ورانا، ما عادش وقت نضيعه، خلاص كلها ايام على العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنا انا كنت حطيت شويه معطر في طبق فيه ميه، وهبدا بالغيار بتاع السقف ده بالمساحه اللي انا قلت لك عليه. همسح السقف كله. طبعا يعني مسح السقف بيبقى متعب جدا لان بيبقى فيه زوايا كده واماكن عاوزه ان انا ادخل المساحه فيها، بحيث ان هي لو فيها عنكبوت او اي حاجه تنضفها كويس جدا. بس يعني بيبقى مره كده كل اسبوعين ولا حاجه، فيعني عادي. بالمساحه بقى في الاماكن اللي انا ما طولتش ان انا اعملها بالفوطه، الاماكن العاليه دي فوق التسريحه بقى والسقف من فوق همسحه مسحه كويسه جدا، وهمسح الجدران. يعني ريحه النظافه جايه من كل مكان، من السقف بقى ومن الحيطه ومن الارض ومن كله. قبل ما جوزي يحط الكومودوني ده كنت مسحت وراه، لان انا عارفه ان انا مش هعرف اطلعه من مكانه وامسح وراه لان المكان ضيق. فانا قلت له همسح حتى ورا الكومودوني ده، وبعد كده الكومودوني التاني المكان واسع انا اقدر ان انا اخرجه واكنس وراه وامسح تحته زي ما احنا شايفين. عشان كده بقى انا اهتميت ان انا امسح الكومودوني اللي في الناحيه التانيه. هنا بقى كنت مسحت برضو تحت الكومودينو وكنست كويس، هرجعه مكانه تاني وهبدا اكنس باقي الاوضه وكمان امسحها بالمساحه. طبعا من السقف للارض بغير الغيار، الارض لها غيار والسقف له غيار. هي اصلا المساحه دي لها غيارين، ملهاش جردل بس لها غيارين. ان شاء الله ربنا يكرمني كده واخد العيديه بتاعتي واروح اشتري لي مساحه بالجردل بتاعها. مش فاضل بقى غير الباب، هنجيب ملمع الاخشاب وبالفوطه الخشنه دي وهنمسحه مسحه كويسه. والشرايط الستانلس دي بتنضف برضو بالميه السخنه او الميه المغليه كده بفوطه. يعني انا بغلي ميه وبحطها على فوطه وبسيبها كده شويه لحد ما اقدر ان انا امسكها كويس، وببدا ان انا المع بها الشرايط الستانلس دي بتنضف وبتبقى كويسه جدا. هنا بقى كنت خلصت كل حاجه في الاوضه، مش فاضل غير السرير والمرتبه، فانا قلت قبل ما افرشهم اقف على السرير كده واخيط السلك المقطوع ده عشان ما يدخلش لا ناموس ولا دبان. بس انا بصراحه اكتشفت ان انا لما بخيطه بيتنسل من بعضه وبيفك برضه، فانا قلت لا انا هلزقه بالشمع. فلما رحت اجيب مسدس الشمع واجي لقيت الكهرباء اتقطعت والنور اتقطع، فانا جبت برضه الشمع وهعمله بالولاعه. بس انا هقطع حته كده على قد القطع وهلزقها، بس لزق مؤقت، الحل ده مش حل دائم، لحد ما اعدي العيد بس وابدا ان انا افك الشباك ده او اشوف مين اللي بغير له السلك بتاعه واغيره له. هاجي بقى على المرتبه، انا عاوزه اعقم المرتبه وكمان اعطرها قبل ما افرش الكفر بتاعها او افرش ملايه السرير. طبعا الكفر انا نزلته في الغساله بيتغسل. بعد كده بقى هجيب طبق فيه كوبايتين ميه دافيه وهحط عليهم معلقه برسيل او اي مسحوق بتستخدميه في الغسيل، ومعلقه معطر غسيل، وكمان معلقه معجون اسنان. هدوبهم كويس جدا وهجيب فوطه هبلها وهعصرها كويس جدا، وهجيب المكوه وهربطها زي ما احنا شايفين على المكوه بالشكل ده. في الوقت ده كانت الكهرباء اشتغلت، يعني كان عدى ساعه والكهرباء جت، فبدات ان انا اكمل معاكم الفيديو. همشي بقى بكل اللي انا عملته ده على المرتبه. طبعا الفيشه عندي ما كانتش طايله فجبت المشترك ووصلته بالمكوه. انا طبعا معليه المكوه على اعلى درجه حراره وهمشي بيها على المرتبه كلها.
فايدة بقى المكونات دي او الخطوة دي ان انا بعمل تعقيم وتعطير للمرتبة بتاعتي. حرارة المكوى مع المكونات اللي احنا بلينا فيها الفوطة بتموت اي ميكروبات او اي فيروسات ممكن تكون موجودة على المرتبة، وكمان بتثبت ريحة المعطر في المرتبة. معجون الاسنان برضو بمثابة منظف مع البرسيل، بيعقم لي المرتبة وبينظف في البقعة الخفيفة اللي موجودة فيها. هنا بقى انا عاوزه انبهك لحاجه، ان الفوطه الناحيه اللي هتكون مقابله للمكوى هتبقى شكلها بالمنظر ده. فانتي لو انت هتعملي الخطوه دي ممكن تخلي فوطه قديمه مستغنيه عنها خصصيها للموضوع ده، لان الناحيه اللي هتكون مقابله للمكوى هتتلسع ومش هتعرفي تستخدميها لاي حاجه تانية غير لان انت تعقمي بيها المرتبه. انا بصراحه لا العيد اللي فات ولا العيد ده اشتريت مفروشات جديده للبيت، بس انا هحاول بفكره بسيطه كده ان انا اغير ديكور او فرشه الاوضه. انا عندي الدفايه الصيف الخفيفه دي، هي الوانها ماشيه مع ديكور الاوضه، فيها من الجراي وكمان فيها من التركواز او الجنزاري بتاع الاوضه، بس حاساها زحمه كده وفيها الوان كتير وحاساها يعني عاوزاها تكون اهدى شويه. فانا جبت الملايه ديت، هي برضو فيها من الوان الاوضه الجراي وكمان التركواز. فانا يعني بدات ان انا اطبقها بنفس تطبيقه اللحاف زي ما احنا شايفين. وهجيب المخده الكبيره بتاعت الملايه وهسيب طرف بس منها اللي باين كانها رانر يعني. هجيب التصوير من زاوية تانية عشان لو كان التصوير او الكلام مش واضح من الناحية التانية. زي ما احنا متفقين انا كده طبقت الملاية بنفس تطبيقة اللحاف او بنفس تطبيقة الدفاية الصيفي. وبعد كده هبدأ ان انا اجيب المخدة الكبيرة بتاعة الملاية وهدخلها كده تحت التطبيقة، وهسيب طرف بس باين اللي باين منها مقدار 5 أو 7 سنتي كأنها رانر، يعني كأن كده بغير الديكور بحاجة بسيطة. في نفس الوقت انا داريت اللحاف او الدفاية بتاعتي، وفي نفس الوقت برضو يعني عملت الملاية الحاف وجددت الديكور وكأن انا اشتريت يعني الحاف بنفس شكل الملاية اللي عندي. الشكل لحد هنا كويس، بس اللي ما كانش عاجبني بقى ان البياضات بتاعه المخده باينين، يعني اللون البنفسجي ده ظاهر مش حلو قوي، فانا هخفيه دلوقتي وهتصرف. كنت هنا بجرب احط اللون ده بس حسيته غامق قوي وقافل الاوضه، فانا هحط بقى الديكور دي. يعني انا بجرب كده في الكوشنز دولت لحد ما ظبط معايا الشكل النهائي اللي هنشوفه دلوقتي. انا ارتحت اكتر للكوشنز الريش اللي هم الفرو مع الرموش دي. انا كنت لبست المخده كمان غيار ابيض بحيث ان انا اداري البياضات البنفسج دولت لحد ما ان شاء الله بعد تنظيفات العيد برضو هرق لهم كده وهلبسهم ابيض، يعني بحيث ان البياضات تكون بيضه برضو، يعني اللون الابيض هيمشي مع اي لون، انما البنفسج ده مبوظ لي الاوضه خالص او الفرش خالص. المرايه دي بقى انا بحطها في الاوضه دي بس هي اتكسرت مني، هي لونها ماشي برضو مع ديكور الاوضه، فانا ان شاء الله يعني هشوف لها فكره كده بحيث ان انا الزقها او اشوف اصلحها ازاي. الكرسي برضو بتاع التسريحه محتاج مسمار لان الرجل بتاعته واقعه، فانا برضو هبعت اشتري له مسمار، وبكده اكون خلصت كل حاجه في الاوضه. الاوضه ريحتها تحفه وكمان شكلها يجنن، الرموش دي كده وهي مغمضه شكلها حلو قوي ماشيه مع ديكور الاوضه ومع الستاير. بحاجه بسيطه جدا غيرت منظر الاوضه، يعني جوزي وهو داخل بيقول لي انت اكيد اشتريتي الحاف جديد بنفس شكل الملايه، قلت له لا ده هي نفسها الملايه. اكسسوارات الاوضه ومفارش الكومودينات وكمان الاباجورات هفرشهم مع السجاد قبل العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.